السلام عليكم. أنا أحمد مساد. إذا بدك الحقيقة من غير تجميل، أنا اختفيت لأنه انخنقت، مش لأني بطلت أحب الناس، بالعكس، بل لأني صرت أخاف على المعنى مني أنا. في كل مرة كنت أكتب حلقة جديدة وأحط الكاميرا وأجهز المايك والإضاءة، يقطع المشهد إشي واحد بس: طفل من غزة حاضن كيس طحين ومبتسم وبحكي وأخيراً إخواني رح يقدروا يأكلوا خبز. وكل ما أجي أصور نفس المشهد، نفس الطفل، نفس العينين، نفس الابتسامة المليانة هم. فصرت أحكي لحالي: إذا هذا الطفل من سنتين صوته ما وصل، فهل صوتي أنا برا غزة رح ينسمع؟ وقتها سكرت برنامجي وانخرست، مش لأني ضعفت ولا لأنه ما عنديش إشي أحكيه، بل لأني حسيت وقتها إنه أي كلمة رح أحكيها رح تكون أصغر من صورة واحدة زي هاي. واليوم راجع أحكي مش عشان عندي إشي مهم، بس عشان ما يصير صمتي هروب بدل ما يكون احترام. كانت آخر مرة بتشوفوني فيها وآخر حلقة بكذب على حالي فيها. أنا ما كنت مسجون ولا مفقود ولا ميت، أنا كنت منطفي، مكتئب ومنطفي. الكاميرا كانت تشتغل وأنا من جوا طافي. بفتح سكريبت حلقة كوميديا، بيطلع لي جوع مش للأكل، جوع للمعنى. بضحك وبعمل كوميديا قدام العدسة، وبس تنطفي بسأل حالي: هو الضحك صار واجبي ولا صار قناع أنا لابسه؟ بتبلش حرب أسئلة جوا راسي تخنقني خنق، ويرجع مشهد الطفل وكيس الطحين قدامي، وترجع صورة أب حامل ابنه ومش لاقي قبر يوديه، وبعدها صورة أم مستنية تسمع صوت رجعة، بس ولا أي إشي بيرجع. وأنا عم بسأل: طب لو حكيت هل راح أزيد إشي؟ هل راح أغير إشي ولا أثر بإشي؟ ولا الناس راح تشوفني عم بستغل وجعهم؟ صرت خايف تصير جملتي عرض ترفيهي لمصايب الناس، وخايف يصير وجعهم وسيلة لرجعتي. الحرب مش بس على الخريطة، الحرب كمان جواتك. مشاهد الدم والدفن تسكنك زي صوت ما بينطفي. أسمع الصراخ وأنا ساكت. أعراض الألم ما بتطلع بنفس اليوم، تتراكم وبتوقع عليك مرة واحدة. بتصير تقعد بين الناس وانت بعيد، تضحك معهم وانت مش موجود. بتصير الحياة اليومية ثقيلة والمهام الصغيرة جبال. صرت أخاف أطلع أحكي فأظلم. وصلت لمرحلة أحس فيها بالذنب إنه بعدني عايش، فاختفيت وسكتت. لقيت كل الكلام انخرس، ويمكن محتاج شوية مساعدات جوية لحتى يرجع يحكي. وهون أنا مش عم بدافع ولا عم بهاجم حدا، لأنه ما فيش شخص واحد أو دولة واحدة قادرة توقف هاي المجازر. إذا جامعات أمريكية انطفتت، وحكومات أوروبية هاجمت، وشعوب عالمية قاطعت، وقنوات أجنبية مشهورة كثير غيرت نظرتها واستنكرت، وبعد كل هذا فيش شي يتغير. لبسني وقتها شعور مؤلم، خفاني من حالي ومن مشاعري ومن أفعالي ومن رأيي وحتى مبادئي. ما ضلش جواتي إشي. وشو فايدة الإشي إذا كان حقه صرمة؟ وإنك إذا شفت إنسان قدامك عم ينظلم ويتحاصر ويتعذب وانت قاعد تتفرج ساكت، شو فايدة وجودك أصلاً؟ تكبير السوشيال ميديا؟ ولك طز فيها وبالفلوس وبالمشاهدات قدام القهر اللي عم بنشوفه على الشاشات. الإنسان اليوم للأسف صار موضوع تفاوض. حياة أي بني آدم تترنح على الميزان، أعلى صوت بغطي على أصدق صوت. مين من جماعتنا؟ مين مع مصالحنا؟ مين بنفع الرواية وبضرها أكثر؟ وصارت الناس تبرر الموت حسب المعيار اللي بريح. يعني أنت بهذا الزمن شو بدك تطلع تحكي؟ ما ضلش كلام تطلع تحكيه لبشرية ما بدها تسمع. والكلام الوحيد اللي ممكن ينقال هو إنك تطلع وتسب كل هالكرة الأرضية باللي فيها. بس أنا ما بديش أضيف مسبة جديدة لهذا العالم، بدي أحاول أضيف معنى، والكلمة اللي ما بتزيد معنى حرام حتى تأخذ هوا من الرئة. كنت شايف الدنيا كلها طالعة تصرخ وتسب عشان تأخذ انتباه، وأنا ما بديش أصير جزء من ضجيج عم يدعس أكثر وأكثر على الإنسان. أنا بعرف إنه كثير منكم مستناني، وبعرف الإشعارات اللي كبرت خبر موتي، وبعرف المحبة اللي ضلت تسأل وينك. صدقوني هذا إشي بخوف أكثر من ما بيعزي، لأنه محبتكم مسؤولية. البعض منكم يمكن كان شايفني بمثابة أيقونة، بس الأيقونة إذا ما كانت إنسان تتحول لصنم، وأنا ما بدي أصير صنم. بدي أضل إنسان بغلط وبتعلم وبعتذر لما يتأخر. محبة الناس اللي بتسأل عني واللي دعمتني وخلتني بيوم من الأيام أكون شخص معروف، أكيد إلهم كل الحق علي إني أطلع وأحكي لهم، وسامحوني على هذا الاختفاء. بس أنا ما اختفيت عشان أتهرب، اختفيت عشان أحترم، لأني كنت شايف وقتها إنه أي كلمة بدي أطلع وأحكيها حتكون ما بتسوى أي إشي قدام مشهد طفل حاضن كيس طحين. بس كمان الصمت له حد، لما بيطول بتحول من احترام لاختفاء، والاختفاء بخلي أي حدا يكتب قصتك عنك. مرة إشاعة موت، مرة بخلوك شهيد، مرة تحليل سياسي، مرة محبوس، ومرة شبع فلوس، وفيديو طويل عنك
وهو ما بيعرفك غير بالاسم، لا هو أخوك ولا هو صاحبك ولا عمره شافك. قرر يكتب قصتك. فهمت وقتها إني إذا ما رجعت ومسكت قصتي بإيدي وكتبتها رح يكتبها غيري ويبيعوها الناس باسمي ويستخدموك لتكون فتيل فتنة بين الشعوب اللي بيحبوك، وهذا الإشي بعمري ما رح أرضى. أنا راجع على الأكيد، بس مش راجع أعمل من وجع الناس فقرة واستعرض شجاعة على حسابي. راجع أخلي كلمتي كتف لحدا مش كاميرا عليه، وراجع أسمع قبل ما أحكي، وأحكي لما بينفع، وأسكت لما السكوت يكون احترام. وإذا ضاعت كلمتي بيوم من الأيام بوقف، وإذا لقيتها بحكيها بدون ما أخاف من أي حد أو أخاف من حبس أو اغتيال أو موت. اللي عاش موته وهو حي أكيد مش رح يخوفه أي تهديد بالنهاية. ذقت طعم الموت وأنا مختفي، موت الصوت وموت المعنى وموت قدرتك على الكلام. واليوم لو شو ما كلفني أكون دائما مع الحق، فأنا دفعت منه عربون وأنا ساكت. اللي تعلمته من أهل غزة مش درس إعلامي، هذا منهج حياة، إنه كيف الناس بتصير كبار وهي محاصرة، وإنه الكرامة ممكن تعيش في أضيق زاوية، وإنه الفرح ممكن يطلع من فتافيت نجا، والابتسامة على كيس طحين ممكن تساوي عندهم عيدين، وإنه الصوت الشريف مش أعلى صوت، بل هو الصوت اللي بعرف وين يوقف، جنب المظلوم مش فوق، مع الحقيقة مش ضد الإنسان، جنب أصواتهم مش بدالها ولا على حسابها. وبعد كل هذا الكلام برجع على نفس اللقطة اللي ما تركتني من سنين. ولد صغير حاضن كيس طحين وبيقول وأخيرا. هاي الكلمة كسرتني وبنتني. وأخيرا مش بس خبز، وأخيرا نرجع للحياة من غير ما ننسى الموت اللي حوالينا، نرجع للمعنى قبل العنوان، وللصدق قبل الرقم، وللإنسان قبل المحتوى. أنا أحمد مساد وراجع أقوى، مش لأني ما انكسرت، بل لأني رجعت المعنى لمكاني قبل ما أنا أرجع. والسلام علينا وعليكم، نشوفكم بحلقات قادمة.